الاهلي خلاص دخل منطقة الحرب والزمالك هيحاول ان هو يعدي المطب. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الشفت المحلي من شفت كورة. اهلا بيكم في شفت كورة. شفت المرة دي مميز جدا علشان في مباراة القمة الاهلي والزمالك. حلقة المرة اللي فاتت كان معايا فيها عادل وصامبو، يا ريت لو ما شفتوهاش تروحوا تشوفوها. وبجد يعني اتبسطنا جدا جدا ان اول حلقة اتقابلت بترحيب كبير جدا من الناس. وعايز اقول لكم ان كان فيها كمان غلطات كتيره، احنا لسه بنتعلم حاجات كتيره ريليتد كمان بالايديتنج بالذات. حلقه النهارده هكلمكم فيها عن مباراه القمه اللي ان شاء الله هتكون بتتعرض. الحلقه دي يوم مباراه القمه الصبح. نبدا بالمارد الاحمر، النادي الاهلي. النادي الاهلي الموسم ده عنده مشاكل كتيره جدا، لحد دلوقتي فيه لخبطه وشوشره، بدايه من رئيس النادي لحد اللعيبه نفسها والجمهور كمان. رئيس النادي لحد دلوقتي مش قادرين نعرف اذا كان كابتن محمود الخطيب هيكمل ولا لا. منصب المدير الفني لحد دلوقتي من ساعه ما ريبيرو مشي في اكتر من اسم قرب من النادي الاهلي، ولكن برضو ما قدرناش لحد دلوقتي نعرف مين هو. برضه في حاجات تطمن شويه، رجوع كابتن سيد عبد الحفيظ مع عماد النحاس وكابتن وليد صلاح الدين، دي حاجه بنسبه كبيره ان شاء الله هتحسن من الغرفه بتاعه الملابس. المفروض اللعيبه يعني واخده على كابتن سيد وبيحترموه بيخافوا منه، ولعيبه زي دي فعلا كانت محتاجه اسم زي ده علشان يقدر يسيطر عليهم. ماتش زي ده بالنسبه للنادي الاهلي هو اكون او لا اكون، هو بالنسبه للنادي الاهلي حياه او موت. ماتش ب6 نقط بلس ماتش مؤجل للنادي الاهلي يرجعه تاني في سباق القمه. فرصه كبيره جدا للنادي الاهلي، لو عرف يستغلها هيغير حسابات الدوري مره تانيه الموسم ده. نيجي لنادي الزمالك ومفاجاه الموسم ده لحد دلوقتي. نادي الزمالك بيخلع ماسك المواسم اللي فاتت وبيورينا ماسك لحد دلوقتي احنا ما حدش شافه قبل كده من مده طويله قوي عن نادي الزمالك. الزمالك وتغيير شامر لحد دلوقتي بيبدأ من صفقات اللعيبة، المدرب نفسه، ووجود جون ادوارد كمدير رياضي في منصب جديد بالنسبة لنادي الزمالك. نادي الزمالك الموسم ده بكل بساطة داخله وما عندوش أي حاجة يبكي عليها، اللعيبة داخلة هادية عارفة تلعب بمزاج، وده سبب من الأسباب إن كل اللعيبة دلوقتي عايزة تثبت نفسها. فريرا بيلاعب الكل تقريبا وبيعرف يستغل الدكه كويس جدا. المدرب نادي الزمالك عامل بدايه ولا اروع لحد دلوقتي، بس بيعيبه بنسبه كبيره جدا ان هو بيخسر نقط في ماتشات ما ينفعش يخسر فيها نقط. وجهه نظري ان المباراه دي النادي الاهلي هيكون ضاغط فيها في اغلب الوقت. نادي الزمالك هيواجه الاهلي بشكل حذر شويه علشان مش هينفع ان هو يخسر كل حاجه مره واحده. الاهلي هيلعب بطريقه يا قاتل يا مقتول، والزمالك هيحاول يخاف على الحاجه اللي هو قدر يبنيها من بدايه الموسم ده. بلس ان التعادل في مباراه زي دي هيكون في صالح الزمالك. نيجي لحته النجوم واللي كلنا مستنيينها، وكابتن احمد السيد زيزو واول مره بقميص الاهلي امام الزمالك في اول ديربي له. وطبعا الجماهير مستنيه اداء كبير جدا بالنسبه لجماهير الاهلي من كابتن احمد السيد زيزو. يا ترى هيعرف ان هو يلعب تحت ضغط جماهير الزمالك، خاصه ان دي هتكون اول مباراه ليه قدام جمهور الزمالك. الصفقات السوبر اللي الاهلي جابها الفتره الاخيره زي تريزيجيه وبن شرقي ومحمد علي بن رمضان، تألقهم في مباراة زي دي هيكون بمثابة جواب اعتذار لجمهور النادي الأهلي. زي ما قلنا الزمالك عنده هدوء جوه غرفة الملابس، ولكن في نفس الوقت هو عنده دوافع مختلفة عن النادي الأهلي. نادي الزمالك لو عرف يحقق الانتصار في المباراة دي هيكون بعد بنسبة كبيرة قوي عن النادي الأهلي، إذا كان نفسيا أو حتى في جدول الترتيب. توقعي للمباراة دي إن هي هتكون مباراة قوية جدا ما بين الفريقين، خاصة إن الفترة الأخيرة النادي الأهلي لازم يثبت نفسه، ما قداموش أي حل زي ما قلنا. ولكن نادي الزمالك اوريدي متألق وعنده شوية نجوم الموسم ده مختلفة عن نجوم كتيرة جدا موجودة في الدوري. توقعي للعيبة المتألقين من ناحية نادي الزمالك هو خوان الفينا، اللاعب الاشول البرازيلي. دي زي ما قلنا الزمالك هيلعب على المرتدات وهيحتاج المهارة بتاع لعيب زي ده. وتوقعي للنادي الاهلي هيكون تألق تريزيجيه، عنده خبره في المباريات اللي زي دي، وحسين الشحات بس لو شارك بقى في المباراه. قبل ما اختم عايز اقول لكم ان الحلقه اللي جايه هيكون في مفاجاه كبيره جدا، مش عايز احرقها لكم بس هديكم حاجه صغيره في اخر الفيديو ده ممكن تفهموا بيها شويه. استنونا في الحلقه اللي جايه. ربنا يوفق النادي الاهلي. زي ما انتم عارفين انا اهلاوي انا وصامبو، ولكن كابتن عادل زملكاوي،
في مفاجاه متعلقه بالموضوع ده هتشوفوها ان شاء الله في الحلقه الجايه قريبه جدا جدا. قبل ما تقفلوا الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب. وبس لحد كده حلقتنا خلصت النهارده، يلا سلام عليكم.